سؤال النهاردة: دكتور لو سمحت، ازاي اقدر اعرف اللي عندي دهون زيادة ولا تسدي؟ لان لما بلعب رياضة وانزل وزني شكل صدري بيتظبط شوية، بس بيفضل برضو عندي مشكلة. احنا عندنا نوعين من التسدي: التسدي الحقيقي والتسدي الكاذب. بالنسبة للتسدي الحقيقي، التسدي الحقيقي بيكون فيه الغدة كبيرة ولكن كمية الدهون أقل. أما بالنسبة للتسدي الكاذب فهو كمية الدهون فيه كتيرة، أما الغدة فهي أقل حجما شوية. طيب، لما بينزل الوزن فبالتالي الدهون دي بتتحرق وتنزل، فبالتالي بيبان إن شكل الصدر بيتظبط شوية. لكن لما بيطلع الوزن تاني الدهون دي بترجع تتراكم تاني، وبالتالي بيظهر التسدي أكتر. طيب إيه الحل في الحالتين؟ الحل دايما بيكون في عمليات استئصال غدة التسدي. يبقى تعمل حاجة من اتنين: يا إما تروح تكشف والدكتور هيعرف الموضوع ده، يا إما تعمل أشعة تلفزيونية على صدرك وهو هيبين إذا كان فيه غدة ولا فيه دهون. وأنا منتظر أسئلتكم الجاية.